بعض الناس لما تشوف حد زي اللي انت شفته ده كده يستجلوا بيه ويسخروا منه، ويقول لك فلان ده غلبان وفلان ده مش لاقي ياكل وكتير. انا عايزك تصلي على النبي وشارك الفيديو ده عشان المهم خطير. سيدنا عبد الله بن مسعود كان طالع في يوم من الايام على النخله كده، فبان الساق وبانت رجليه، فالصحابه ضحكوا، رجليه رفيعه كده، فقال النبي لهم والله انها اثقل عند الله من جبل احد. سيدنا عبد الله بن مسعود كان اول من قرأ القرآن وجهر به في مكه وتعرض للاذى، وهو الذي قتل ابو جهل في غزوه بدر رضوان الله عليه. فانت اوعى تستجل حد ممكن يكون له سريره او بينه وبين ربنا سر، واحد غلبان مسكين كده. سيدنا النبي قال، صلى على سيدنا النبي، ربما تجد عبد اغبر اشعث هدوم متقطعه ومتبادل كده واقسم على الله لا بر. اوعى تستجل بحد فلان ده فقير او حزين، ممكن يدعي عليك دعوه والله يوديك في حته تانية ب7 سماء، وممكن يدعي عليك لو اذيته ينزلك في 7 ارض. لله رجال، فانت خلي بالك، ممكن حياتك تتبهدل بسبب جيت على حد مسكين او فقير ليس بينه وبين الله على طول كده دعوته. حبيت ان انا افيدكم بالمعلومه، لا تسخر من احد ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منه. هذا الفيديو صلى على سيدنا النبي، شاركوا على احد السنة.